السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قضايا ما وراء الحقيقة. قصتنا اليوم غتدينا لشمال غرب سوريا، بالضبط قرب الحدود مع تركيا في مدينة سميتها عفرين. هاد المدينة سنة 2018 ولات كتعيش اضطرابات أمنية بعد ما سيطرت عليها القوات التركية وفصائل سورية مسلحة. هاد الشي اللي خلى بزاف ديال السكان الأصليين يهاجروا من المنطقة، واللي بقاو تما عايشين عاشوا واقع مر جدا، خصوصا النساء. المرأة في عفرين مسلوبة الحقوق، كتعيش ضغط اجتماعي والخوف، وكيتعرضوا للعنف والزواج القسري. وموضوعنا اليوم على الزواج القسري والنتائج الكارثية ديالو، وهذا الشيء اللي وقع للشابة شيرين أوسو، بنت كردية عمرها 19 سنة. حتى هي كانت مسلوبة الحقوق، ما عندهاش الحق تواجه المجتمع وتقول رأيها، ما عندهاش الحق تقول ما بغيتش نتزوج. ملي كانت عندها 14 سنة والديها زوجوها من شخص سميتو جانكين عامر. للأسف شيرين بعد الزواج مباشرة عاشت حياة زوجية كلها نكد تعاسة حيث كانت كتعرض للعنف من طرف راجلها وامه وباه. شيرين صبرت على العنف والذل حيث عندهم طلاق عيب، وشحال من مرة حاولت تهرب لدارهم ولكن للأسف كانوا كيمنعوها، حتى لنهار 16 ديسمبر من هاد السنة 2025 لقاو شيرين مقتولة، لقاوها جثة هامدة مقتولة بقرطاسة وحدة من بندقية الصيد. وحسب التحقيقات لقاو آثار الضرب والتعنيف على الجسد ديالها، وكاين آثار قديمة، وهذا دليل لأنه شيرين كانت كتعيش حياة جد قاسية. من بعد هاد الواقعة عائلة الزوج قالوا باللي هي نهات حياتها بإيدها، يعني هي اللي تيرات في راسها. والدليل على هاد الكلام اللي كيقولوا السلاح اللي لقاو حدا الجثة، ولكن هادشي اللي قالوا ما كينسجمش بالمرة مع الحالة ديال الجثة وآثار التعنيف اللي واضح وضوح الشمس أنه قديم. التحريات الأولوية اتهمات الزوج والأب ديالو وتم القبض عليهم، وفي التحقيقات بقاو شادين في هضرتهم باللي شيرين هي اللي صفاتها لراسها. العائلة شيرين كتنفي هاد الاحتمال. حسب أقوالهم شيرين بالرغم من الحياة القاسية اللي كانت كتعيش والتعنيف كانت متشبتة بالحياة. أنا اللي ما فهمتش واش عائلتها كانوا عارفين الحياة اللي كتعيشها بنتهم والتعنيف والظلم وكانوا ساكتين، الله أعلم. بعد تدخل العائلة ونشطاء سوريين هنا القصة بدات كتاخد منحى آخر، والقضية ديالتها تحولات من قضية انتي راكم عارفين الكلمة بلا ما نقولها حيت اليوتيوب ما كيبغيش بحال هاد الكلمات، تحولات لقضية جريمة قتل، وكيطالبوا بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة. اليومنا هذا الحقيقة كاملة مازال ما بانتش، مازال ما تعلناتش رسميا، ما كاينش حكم نهائي، ولكن القضية بقى جديدة، وكنتمنى القانون ياخد مجراه والمجرمين يتعاقبوا. وكنتمنى النساء في هذيك المنطقة بالضبط، لأنه أنا من بعد ما بحثت وشفت كيفاش كيعيشوا حياتهم كنتمنى ياخدوا حقهم ويعيشوا حياة كريمة.